ازيكم أصدقائي؟ ونبدأ فصل جديد وحلقة جديدة من شينج وسنان. وكانت شينج بتودع سنان عشان هو مسافر، وهو قال لها إنها تخلي بالها من نفسها وتدرس كويس جدا. هي ردت عليه وقالت له إنها هتدرس كويس، وهو لما يجي هيلاقيها من أحسن 3 ترتيب في الرياضيات. وهو مبتسم وهي متوترة. بعدها هو حاول يلمس شعرها وعاوز يحضنها ويودعها، بس بطريقته الخاصة. وبعدها وهما بيودعوا بعض قال لها هو مش هيتجوز شخص تاني، وقال لها إن لما كان صغير حد قاله إنهم عندهم طفل عشانه، وقال لها إنه لازم يمشي عشان جه وقت التذاكر بتاعته، وقال لها إنها تذاكر كويس وإنها تبعتله رسايل. شينجي بتقول في نفسها إنهم بيبعدوا عن بعض كل يوم عن التاني، لكن هي فاهمة إنها بتحبه، وهي عايزة تكون شخص تاني وليه قيمة عشان سنان يفتخر بيها بعد كده. وقعدت تفكر مع نفسها إنها تثبت نفسها وتكون أحسن من الأول، وتذاكر وتجتهد وما تضيعش وقت، عشان لما سنان يرجع يلاقيها أحسن من الأول، ويلاقيها شخص ليه قيمة بالنسبة له. بعدها شينج راحت للمكتب عند الأستاذ بتاع الرياضيات، وفجأة هي دخلت وهو اتفاجئ من وجودها، وقالت له فجأة إنها عايزة تقدم على جامعة، وهو تنح من كلامها. وبعدها بكام يوم شينج كانت نايمة والمنبه عمال يرن. السهر والتعب والإرهاق كان باين عليها، وقامت وهي بتسرح شعرها مش عارفة تسرحه زي ما يكون معقد، وبدأ يتقطع معاها عشان هي ما بقتش تهتم بيه زي الأول. من كتر ما هي مصممة تكون أحسن وبتذاكر ما بقتش فاضية حتى تهتم بشعرها، فهي بدأت تتضايق من شعرها عشان بياخد وقت معاها لما بتسرحه، فهي قررت تقصه خالص. بعدها في المدرسة الكل واقف وبيبص على شينج ومستغربين من شكلها الجديد، وبيقولوا إنها كانت بتتصرف تصرفات غريبة بقالها فترة، ودلوقتي قصت شعرها كمان. بعدها شينج جت عند يانج وهو مستغرب وبيقول لها انتي مين؟ فبيبص ليه شينج الصغيرة وقال لها ليه قصيتي شعرك كده؟ هي قالت خلاص بقى ما تبالغش في ردة فعلك، وبعدين انت بقالك كام يوم مش بتيجي في المدرسة ليه؟ هو قال لها انه عيلته جابت له مدرس بيدرس له في البيت، وبعدين غير الكلام وقال لها انه مش متوقع انها تعاقب نفسها وتقص شعرها كده. هي قالت له ان الوقت هو اهم حاجة بالنسبة لها، عشان كده الشعر القصير هتعرف تسرحه على طول بشكل اسرع من غير ما ياخد وقت معاها. هو استغرب وقال لها فعلا انت اتغيرتي. بعدها هو قام وقال لها انه ماشي وانتي مش هتمشي. قالت له لأ، انها عايزة تدرس شوية هنا. بعدها هو مشي وهي فضلت عشان تكمل درس. شينج روحت البيت وجه بالليل وكانت بتدرس، بس هي راحت في النوم والتليفون كان جنبيها، وسنان كان عمال يبعت ليها رسايل وهو كان ماسك التليفون، وزميله بيقوله انت مش هتنام يا سنان؟ قاله انه هينام بس بعد شوية. بعدها زميله قاله انه بيبعت رسايل لمين يا ترى؟ دي حبيبته ولا مين؟ سنان قاله هي مش حبيبته، بس اكيد هتكون زوجته المستقبلية.
وشينج لسه نايمة، وكان في حد تاني بيبعت رسايل ليها غير سنان. تاني يوم الصبح جه، وهي قامت من النوم ورقبتها كانت بتوجعها لما قامت، عشان هي نامت نومة غلط لما كانت قاعدة وبتذاكر. ونيجي كان مين بقى اللي ظهر؟ جاي، وواحد زميله بيقوله انه سأل لين عن الشخص اللي عايز يستفسر عنه، وخد منه ارقام التليفون. جاي قاله شكرا، انا خدت الارقام. بعدها في بنات بتتكلم وواقفة وبتبص على جاي. بعدها البنات دي راحت تسلم على جاي. بعدها زميله سأله عن مين يكون الشخص اللي جاي بيدور عليه ده، وانه سمع انها فتاة. مين هي دي بقى؟ جاي قاله هي فعلا فتاة، وهما كانوا أصدقاء بالمرحلة المتوسطة في المدرسة. ونيجي للمدرسة، المدرس وشينج. شينج كانت واقفة، والمدرس سألها عن الأسئلة حلتها ولا لأ. هي قالت إنها حلتها، بس بتكلمه ومش بص عليه عشان رقبتها بتوجعها. والمدرس قال لها مالك في ايه؟ قالت له إنها نامت امبارح على الكرسي، عشان كده هي رقبتها بتوجعها. بعدها المدرس بص على الأسئلة ولقاها حلتهم، وهو استغرب واتفاجئ من التطور اللي بتعمله شينك، وقال لها إنها بتتحسن مع الوقت في الرياضيات، وإنها لو رفعت درجتها أكتر هيكون عندها فرصة إنها تقدم للجامعة. بعدها في الاستراحة شينج كانت قاعدة وبتقول في نفسها إنها ما كانش عندها الوقت عشان تبص في تليفونها خالص امبارح. وهي بتبص على تليفونها لقيت سنان بعت لها رسائل كتير، وهي وقتها ردت عليه، بس هي استنت انه يرد عليها على طول، ما ردش، وبتقول شكله بيدرس ومش فاضي. وهي مستنية منه الرد وماسكة التليفون. بعدها جات لها رسالة بتحسب سنان، فبتبص لقيت جاي ده بقى طلع زميل شينك في المرحلة المتوسطة من الدراسة، وكان شخص هادي جدا ولطيف مع الكل. وكان وقتها هو كان أكتر شعبية في المدرسة بعد سنان طبعا. وهو اتعرف على شينج الصغيرة وبقوا أصدقاء. ولكن فجأة جاي اختفى وساب المدرسة، وشينج استغربت جدا ودورت عليه وبعتت له رسائل كتير جدا. هو اختفى وهي ما فهمتش ليه، ودلوقتي جاي ليه بيسأل عليها يا ترى. بعدها شينج ردت عليه في الرسائل وهو كان ماسك تليفونه. هي بتتأكد ان هو جاي ولا لأ، وهو كان بيرد عليها في الرسائل. جاي كان مطلوب بعمل جديد وفاز بالمركز الأول بالجايزة عشان بيكتب روايات وقصص جديدة. وبعدها هو عرف ان المركز التاني طلع شينج الصغيرة، وقال لهم انه مش هيوافق انه يشتغل معاهم الا اذا اللي خد المركز التاني تشتغل معاهم وتنشر كتاب. هو هينشر كتاب لو هي وافقت تشتغل معاهم. بعدها جاي كان ماسك تليفونه وبعت رسالة لشينج، وهو رن عليها وهي ردت عليه. وفي نفس الوقت سنان كان بيرن على شينج، بس الرقم مشغول وقتها، وهو مستغرب إنها بتكلم مين في الوقت المتأخر ده، وكمان بقالها فترة بتتكلم في التليفون. ونيجي لشينج كانت بتتكلم مع جاي في التليفون، وهي بتقوله
هو انت فعلا جاي؟ عشان بقالهم فترة طويلة مش بيتواصلوا مع بعض، وهي مش مصدقة ان هو جاي. هو مبسوط انه لقاها، وبيقول لها انه لسه صوتها حلو ولطيف من اخر مرة شافها، وعمال يعاكس فيها، وبيقول لها انه حب صوتها وشعرها القصير، وانها كانت سبب سعادته. بعدها هي سألته على ليه ساب المدرسة فجأة واختفى. جاي قال لها انه حصل حاجات في بيتهم، عشان كده امه اضطرت انه تنقله من المكان اللي هما كانوا فيه، وقال لها انه ما كانش عنده فرصة انه يقول لها. وكمان امه لما اتنقلوا غيرت التليفونات بتاعتهم، وهو اشترى تليفون جديد من بيع كتابات الروايات بتاعته. شينج بتقوله إنها مبسوطة عشان هو كويس، وإنها سعيدة عشان سمعت صوته بعد الفترة دي كلها. جاي سألها عن أحوالها وعن الدراسة بتاعتها، وهي حكت له عن الأنشطة اللي بتعملها في الرياضيات، وحكت له كمان عن سنان إنه راح مكان التدريب في مسابقة وطنية، ولو فاز في المسابقة دي هيحصل على مكان في الجامعة. وقالت له إنه طبعا هو هيحصل على الدرجات النهائية عشان هو شاطر ومجتهد. بعدها جاي سرح شوية، وهي لقيته مردش عليها. بعدها هي قالت انت لسه معايا يا جاي؟ قال لها لسه معاكي. وقال لها انه سنان فعلا كان مجتهد ومتميز، ومعنى انه مشي يبقى هو مش معاكي دلوقتي. شينج قالت هو مش هنا، عشان كده انا بحاول اجتهد وبحاول اذاكر عشان ابقى اروح للجامعة. جاي قال لها هو كمان عايز يروح لنفس الجامعة دي، وقال لها انه ممكن يذاكروا مع بعض، وقفل معاها. بعدها شينج بتبص في التليفون، لقيت 4 مكالمات مردتش عليهم، وطلع سنان وبعت لها رسالة. هي اتضايقت عشان هي كانت عايزة تكلمه وتسمع صوته، بس هو نام عشان عنده منافسة بكرة الصبح. بس اللي مش عارفاها شينج الصغيرة ان التواصل بينها وبين سنان بيختفي مع الوقت. نيجي للمدرسة وبداية يوم دراسي جديد. شينج كانت بتراجع الكتاب قبل الامتحان، وأصدقائها باصين عليها ومستغربين عشان بقت مجتهدة جدا في دراستها، وبدأوا يتكلموا معاها على إنها بتذاكر كويس جدا يبقى هتجيب الدرجات العالية. شينج وأصدقائها واقفين وعمالين يشجعوا شينج، وكان المدرس واقف ومستغرب وبيقول في نفسه إنها واثقة جدا، مع إن ده أول اختبار ليها. بعدها هما بيبصوا لقوا المدرس اللي الكل بيخاف منه في واحدة بتتكلم وبقى لطيف معاها. الكل مستغرب وأولهم شينج. بعدها نتيجة الامتحانات بانت، وللأسف شينج كانت جابت درجة وحشة جدا في الامتحان. بس ازاي ده؟ هي ذاكرت كويس جدا. هي طبعا زعلانة جدا، وأصدقائها بيحاولوا يهونوا عليها، وهي زعلانة عشان كل أصدقائها بقى في المراكز اللي قدامها، وهي أقل منهم في الدرجات. بعدها شينج راحت قعدت لوحديها في مكان، ودونجي بي كان بيدور عليها، وسأل الطلاب عليها وراح لها، لقاها بتعيط، فقعد معاها وحاول يراضيها ويخفف من حزنها. وهي قالت له إن سنان سألها عن الدرجات، بس هي ما قدرتش تقوله، وهي تعبت جدا وذاكرت كويس، وإزاي تبقى درجاتها كده، وهي كانت عايزة تجيب درجة كويسة عشان تروح
نفس الجامعة اللي هيروحها سنان، وهو ما يقولش عليها إنها مهملة وكسولة، وما يفكرش إنها ما ذاكرتش. هي كانت عايزة يرجع يلاقيها شاطرة زيه. دونج بي بيقول انت مهتمة جدا برأي سنان، انت فعلا بتحبيه؟ بعدها شينج اتفاجئت من كلام دونج بي واتكسفت جدا، وهو قال لها هو واضح جدا عليكي، وهي قالت له انت ما تقولش كده وما تقولش لحد ولا تقول لسنان. بعدها دونج بي حاول يضحك معاها وقال لها بدل ما انت كده، ايه رأيك نروح نشوف سنان؟ هي قالت له مستحيل انها تقابله عشان هو هيتضايق منها. دونج بي قال لها انه عايز يثبت ليها انه سنان عمره ما هيخيب ظنه بيها ابدا، ده غير انها اكيد عايزة تشوفه بس مخبية ده ومش مبيناه. شينج الصغيرة سرحت وفكرت في كلام دونج بي، يا ترى هي هتروح تشوف سنان ولا لأ؟ وبعدها شينج اتصلت على أمها وقالت لها إنها تبات عند صديقتها لين، وهي كذبت عليها، وهي أصلا في الأساس رايحة هي ودونج بي يشوفوا سنان، وهي أول مرة تكذب على أمها، بس هي فكرت بقلبها وهي عايزة تشوفه. حتى وهي بتذاكر هو كان في بالها برضو. نيجي للمدرسة، مدرس الرياضيات كان قاعد، وشينج كانت بعتت رسالة ليه إنها مش هتيجي المدرسة بكرة، والمدرس كان قاعد. بعدها المدرسة جت وقالت إن دي شينج، وقالت إنه مع الأسف إن شينج شاطرة في كل المواد وبتجيب الدرجات النهائية في باقي المواد إلا مادة الرياضيات. غريبة دي. رد عليها مدرس الرياضيات وبيقول لها إنها الطالبة بتاعته، يعني هو واثق إنها تعدي الرياضيات برضو. ونيجي لشينج، كانت قاعدة في القطار مع دونج بي، وكانت شينج راحت في النوم ودونج بي باصص عليها. فجأة تليفون شينج جاتله رسالة. دونج بي بص لقي جاي بعت لها رسالة، فهو استغرب جدا. بعدها سنان كان مستني مع زميله، وفجأة جاتله رسالة من دونج بي وقاله إنه هيجي هو وشينج عشان يشوفوه. سنان طبعا مش مصدق وبيحسب دونج بي بيهزر. بعدها سنان اتوتر جدا وعايز يمشي. أصدقائه لاحظوا ده، قالوله في ايه؟ حاجة حصلت معاك يا سنان؟ قال لهم انه في شخص مهم جاي ولازم اقابله، عشان كده هو هيسيب المادة اللي كانوا هيتدربوا عليها النهاردة وهو هيأجلها في وقت تاني، وسابهم ومشي. بنت من أصدقائه متضايقة جدا وبتقول مين الشخص اللي سنان مهتم جدا وساب التدريب عشانه ده؟ صديقها بيقول لها إنه أكيد الفتاة اللي سنان مش بيبطل يتكلم عليها طول الفترة اللي فاتت دي. والبنت دي اتضايقت جدا، شكلها معجبة جديدة ولا ايه؟ المهم بعدها دونج بي وشينج وصلوا، وشينج منبهرة بالمكان اللي عايش فيه سنان طول الفترة اللي فاتت دي. بعدها دونج بي قال انه هيروح يشتري حاجات عشان ياكلوها، وهو خارج فجأة لقي سنان في وشه. دونج بي استغرب من لبسه عشان سنان عمره ما لبس لبس زي كده. وبعدها قعدوا
ودونج بي حكاله عن الامتحان بتاعها وعن كل اللي حصل معاها طول الفترة اللي فاتت، واتكلم معاه في كل حاجة. ودونج بي قاله انه يهون عليها عشان الفترة اللي هي عدتها دي، وانه حجز اوضة في الفندق ليهم هما الاتنين. بعدها سينان حضنه وشكره وقاله انه بيثق فيه جدا، وانه بعد كده مش هيخبي حاجة عنه. بعدها دونج بي سابه ومشي. نيجي للأوتيل. فجأة في حد خبط على أوضة شينج الصغيرة. هي بتقول مين، مفكرة إنه دونج بي جه بسرعة. فبتفتح الباب لقيت الأمور سنان ملك الوسامة. بعدها هو من غير ما يحس حضنها، وبعدها لمس خدها. بعدها هما اتكسفوا وقعدوا، وهي عملت حجتها للكلام وسألت على دونج بي. هو قال لها إنه هيبات عند عمه هنا في البلد، وقال لها إنه خد إذن الليلة عشان يشوفها. بعدها هو قام وخلع التيشيرت، وكان شكله أمور قوي، وهي بدأت عليها التوتر. هو لاحظ ده وبيقول في نفسه إنه شكلها متوترة جدا، خليني أناقر فيها زي زمان. بعدها سينان دخل الحمام عشان ياخد دش، وهو لما طلع ليه شينج نامت على الكنبة، وهو قاعد يبص عليها ويتأمل فيها. فجأة ليه زي نقط دم على مناخيرها. استغرب جدا، فهي صحيت وزقته، مفكرة انه بيحاول يقرب منها. بعدها هو قال لها انها ما تزعلش عشان الامتحان، وهي قالت له انها عملت اللي عليها وذاكرت كتير. وهم قعدوا يتكلموا كتير مع بعض على الأمور اللي حصلت معاهم الفترة اللي فاتت. فجأة هو شاف الدم. هو متضايق جدا، وهو قال لها منين ده؟ أكيد انتي بتتعبي نفسك كتير. قالت له لأ، ممكن يكون من السهر عشان المذاكرة. فهو اداها مناديل وقال لها لازم تخلي بالك من نفسك كويس، وانه مش عايز يشوفها كده. وهي قالت انها عايزة تروح الجامعة، بس درجاتها مش هتساعدها. سنان بيرفع من معنوياتها وبيقول لها ان هي الشخص الوحيد اللي شايفه بيحاول وبيذاكر، وانه ما ينفعش انها ما تثقش في نفسها، وهي لو مش شاطرة ما كانتش راحت مدرسة ثانوية عالية المستوى كده. واتكلم معاها وبيشجع فيها وانها تقدر تحقق اهدافها. هي قالت له انه هو الاساس، وانه كان بيساعدها كتير في الرياضيات. قال لها انه حتى لو جه مكان في البرنامج لسه قدامه سنة كاملة هيقضيها معاها في المدرسة، وهو هيكون معاها طبعا وهيساعدها في الدراسة. هي قالت له انها عايزة تنجح بمجهودها الفردي من غير مساعدة. سينان قال لها انتي لو ذاكرتي كويس هو ده اللي هيحصل، وكمان هو بيدعمها بس يعني مساعدة إضافية. شينج قالت لسينان إنها حاسة إنه شخص مش عادل شوية، عشان هو لو ساعدها في كل حاجة إيه اللي هيحصل لو هي مش هتعرف تعيش من غيره. هي كده هتضطر إنها تفضل جنبه على طول ما يتفرقوش. بعدها هي طبعا نامت على كتفه وهي كانت بتتكلم معاه. تاني يوم بعدها هما كانوا نايمين، وشينج
نامت بطريقة غريبة جدا، وهو ما كانش بيتحرك عشان مش يضايقها. بعدها هي صحيت وقامت واتضايقت جدا من النومة بتاعتها دي. بعدها تليفون شينج رن، طلع دونج بيه وقال لها ان مدرس الرياضيات عرف انه جابها عند سنان وانه لازم يرجعوا، وهو هيجي ياخدها دلوقتي. بعدها جه دونج بيه ولاحظ انه سنان شكله مرهق وسأله عن ده، قاله انه بس ما نمشي كويس عشان كده شكله مرهق. بعدها اتكلموا هما التلاتة شوية، وجه وقت انهم يمشوا عشان القطر جه ميعاده. وسنان بص على شينج وقال لها خليكي فاكرة انك تستنيني، وهي بصت عليه وقالت له انها اكيد هتستناه وهي بتوعده بده. وبكده يكون انتهى الفصل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومستنية كل تعليقاتكم وآرائكم في التعليقات. سلام يا أصدقائي.